أم سارة من القاهرة. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. حضرتك السهم انطلق؟ السهم انطلق. زوج أم سارة، اتفضل. ايوه يا فندم. على فكرة انطلق. انا كنت من المعتصمين في ميدان التحرير. طب كويس، ما قابلتنيش هناك ولا ايه؟ لا قابلت حضرتك بالبدله الزرقاء الجميلة او الخضراء. مظبوط، كنت لابس جاكيت كحلي فعلا. ايوه مظبوط. والخطبة الجميلة الاولانية والثانية. ربنا يبارك فيك. لا حضرتك كنت مغوار، بطل مغوار يا دكتور. الله يكرمك. العفو يا سيدي، ربنا يكرمك. وما تعرفش انت اثرت ان كنت انت ولا الدكتور صفوت حجازي ولا الدكتور جمال عبد الهادي. ايوه. العلماء الافاضل، ولا محمد البلتاجي، ولا الدكتور جمال زهران. حضرتك انا من اللي حضرت بطولات حقيقية، يعني انت تكلمت عن بعضها. قول لي، احكي لي كده واحدة منها سريعا عشان الناس تعيش معانا الروح طيب. الجميلة دي. طيب يا دكتور، انا من البطولات، انا سني تعدى ال50 سنة، عندي بالظبط 57 سنة. ربنا يديك طول العمر. وكنت معتقل قبل كده سياسي اسلامي في 81. ايوه. مع الاكابر، مع الشيخ حافظ سلام والشيخ عبد الحميد كشك والعلماء الافاضل. ايوه. وقلت ان انا ربنا اداني شويه امراض، قلت اموت في الميدان مع الثوار. من اول وهله رحت على ميدان التحرير وبدات الثوره، والحمد لله رب العالمين يا دكتور ان بنت خلتني في يوم الملحمه اللي هو يوم الاربعاء قبل الماضي، بنت بمنطلون اللي انا كنت بقول امات مناطيل والعيل اللي بيلبس حظاظه وده كله، اثبتوا لنا انهم ما شاء الله عليهم اتربوا وحررونا من اللي احنا فيه. البنت انا كنت واقف عند المتحف وخايفه اتقدم قدام في سن ده ومرضي ده، لقيت البنت بشايله الطوب في حاجه بلاستيك كبيره كده وتقول لنا اتقدموا وفي ضرب رصاص حي من فوق، وتقدمنا لقدام وهم بيضربوا من فوق الكوبري بالمولوتوف. حضرتك البنت دي يعني خلتني سبحان الله اتنزع الخوف من قلبي واتقدمت لقدام، وبقى الرصاص اقسم بالله رصاصه جات لي فوق دماغي وولد جات له رصاصه في جنبه جنب مني، ده مات بعد 3 دقايق لما ودوه المسجد. أيوة. اللي هو عباد الرحمن. أيوة. مات بالظبط بعد 3 دقايق. حضرتك الملحمه الجميله بقى ان كانوا بتوع اللي فوق الكوبري البلطجيه اللي الحزب الوطني مخرجهم كانوا عاملين يعني رهبه خطيره والقناصه بيضربوا من فوق، ومع ذلك فجأة فوجئت ان كأن جند من السماء ملائكة من عند ربنا. الله. سبحان الله، ازاي الاخوة دول راحوا اللي فوق الكوبري دول منين؟ انا اقسم بالله لحد اللحظة دي انا مش عارف ازاي حصل. ده سنهم اللي طلعوا فوق الكوبري دول وقبضوا على الولد دول كانوا سنهم اعدادية. ايوه. ايوه انا كنت موجود، اللي طلع فوق الكوبري ولف وقبض على الولاد اللي كانوا بيضربوا مولوتوف من فوق دول. أيوة. دول شباب في سن الاعداديه. ايوه. ايوه يا دكتور. ايوه صح. اثروا بعضهم والبعض الاخر جري. صحيح. ما شاء الله ما شاء الله يا دكتور. وعلى فكره مش كتير، ده 4 ولاد ووقفوا فوق حرسوا الميدان طول الليل. ايوه صح يا دكتور. ما على فكره يا دكتور، اتفضل. انا السعاده احلى، انا بقول لاولادي احلى ايام عمري عشتها. الله. انا عشت روعه الاسلام في الصحوه الاسلاميه الاولى. أيوة. يعني بدانا الحمد لله في السبعينات ودخلت 81 الاعتقال وعيشت العلماء الاكابر ورحت المؤتمرات الاسلاميه، الشيخ صلاح ابو اسماعيل والجمال كله. وعلى فكره عجبتني كلمه انت كنت دلوقتي بتدافع على ان بعض العلماء وقعوا في خطأ رهيب لما قالوا الخروج ومش الخروج. الدكتور حازم ابو اسماعيل، صلاح ابو اسماعيل، رد ما شاء الله، رد جامد عليهم في ميدان التحرير. الشيخ حازم صلاح ابو اسماعيل صلى معايا الجمعه اللي هي جمعه التحدي الجمعه الماضيه. انا بعد الخطبه اللي خطبتها في التحرير بعدها مباشره لقيته موجود يعني على يميني في المنصه. ايوه. وصلى جنبي. ايوه. اتفضل يا ابو ساره. ايوه يا دكتور، بس حضرتك ما شاء الله الدكتور حازم قبليها كان رد بالليل في ليله على العلماء دول. ايوه. وقال لهم خروج ايه؟ اما نتكلم عن الخروج وبين بالتفاصيل وبالادله وبالبراهين
وكنت بتمنى لو في تسجيل عشان تسجل كلمة. أبو سارة، لكن في سؤال في كلمة واحدة، مصر اللي جاية حلوة جميلة كده ومنورة ومرفوعة الرأس وعزيزة؟ انت عايز الصراحة يا دكتور؟ انا ارى ان مصر اللي جاية مصر نور الدين زنكي، مصر قطز، مصر عظيمة، مصر اللي عاش فيها المسلم والمسيحي والصغير والكبير والضعيف والقوي، عاشوا في ظل عدالة. وانت الحمد لله كنت بتتكلم على العدالة. يعني انا حاسس ان مصر اتولدت. على فكرة انا كنت بمشي بتأسى وبتأسف واقول انا، يعني انا اقول ايه، اقول كنت بقول ان انا حزين على مصر. النهارده مصر بتبشر بفجر جديد. انا حاسس وبشكرك وبشكر الشيخ حافظ سلامة وبشكر الشيخ احمد المحلاوي في اسكندرية وبشكر علمائنا وبشكر الدكتور القرضاوي وبقول له يا دكتور ان كان بعض الهمل تكلموا في حقك، يعني للأسف هم لا يساووا شعر السناحل انت تلبسه في رجلك. ابو سارة انا بشكرك جدا، بس اعذرني انا عندي اتصالات كتيرة جدا. طب يا دكتور اتفضل يا حبيبي. انا اخوك في الله محمد عبد العليم موسى من رود الفرج، محمد شاهين اهلا وسهلا من رود الفرج من حارة الغطانية. بفتخر بيك وبفتخر بالعلماء وبفتخر بالشباب الجميل، شباب الفيسبوك. حبيبي انا في عمر مكرم، يعني شرفني الجمعة الجاية، صلي معاك الجمعة الجاية ان شاء الله.